افتتاحية البطولة رقم 12 بإذن الله اللي هتكون من نصيب النادي الأهلي. قدر النادي الأهلي إن هو يكسب المباراة بثلاث أهداف، التلاتة أجمل من بعض، وقدر برضه إن هو يضيع قدهم بتاع تلات أربع مرات كده يعني. مشيت المباراة ابتدت بضغط شديد جدا من النادي الأهلي كان نازل عايز يحسمها من بدري، عايز يسهل على نفسه وعايز يخلص ويجيب الجون من بدري. فكانت النتيجة إن كان فيه تسرع. التسرع ان انت يخلي واحد زي حسين الشحات يبقى جنبه كهربا فاتح له بيقول له بصيلي وهو مش شايفه ولا سامعه، لمجرد ان هو عايز يشوطها بسرعه عشان يلحق يشوطها في الزاويه اللي هو شايفها مفتوحه قدامه فيخلص فيجيب جول. وده برضه لانه شايف الفرقه اللي قدامه مستواها متواضع، فكان بالتالي في استخفاف بالفرقه اللي قدامك غصب عنك، مش غرور منك او كبر، ولكن هي الفرقه اللي قدامك متواضعه. فده برضه كان ميكس بين التسرع وبين الاستخفاف وبين التوتر اللي بيجي نتيجة ان انت بتضيع كور كتير، نتيجة ان انت بيعدي عليك الوقت من غير ما تجيب الجول، فبتبتدي تتوتر، فبيبقى عندك الضغط. ميكس رهيب، كومبو كده عامل لك ضغط. مشيت المباراة لحد ما جاب حسين الشحات الجون، وجون فعلا ماركة حسين الشحات جون جميل جدا، كوبري هوب في البعيدة واظبط يا معلم صباح الفل. كان بالنسبة لي من أهم العلامات في المباراة. وبص يعني في الموسم عموما، بص في المواسم الجاية وبدون مبالغة، إمام عاشور. إمام عاشور إيه الحلاوة دي؟ إيه الصفقة السوبر ده؟ إيه الجمال ده؟ إمام عاشور دفاع، مدافع وموجود معاك في المنطقة، ومدافع مستخلص وبيشيل وكل. اللهم صل على النبي. في الهجوم موجود معاك في المنطقة ومهاجم رقم 10 هو اللي بيزيد الهجمات، كل الهجمات بادية من عند، يعني هو عامل مشترك فيها كله إمام عاشور. هو اللي بادئ الهجمات وهو معاك في المنطقة، شوط تسديدات طول المباراة، يمين شمال شغال، لياقة بدنية، قوة، سرعة، مهارة، فاعلية، ما بياخدش الكرة وينام عليها. ما ده المشكلة بتاعتي مع، يعني ده المشكلة مع قفشة، مشكلتنا احنا مع قفشة كجمهور الأهلي. الكرة بتطلع من رجلك شكلها حلو، يعني لو بتبصالي الشناور هتبصاله لفة كده وطالعة بوش رجلك وحاجات كده، بس ما مش مؤثرة. وفين وفين لما بتديني كرة مؤثرة أو الكرة بتيجي في رجلك تموت لي اللعب وتهدي لي اللعب، كل ده عكسه تماما مع شوق. فما شاء الله اللهم صل على النبي، يعني حاجة كده بص على طرف المعلقة يعني زي ما بيقولوا. كهربا، مش بس كهربا النهارده اللي ضيع فرص، حتى حسين الشحات كل اللي جابوا جوان برضه ضيعوا، كل الفرقة كانت بتضيع. فمش بس كهربا، بس كهربا كانش النهارده موفق برضه، مش هحكم عليه. يعني حتى المباراة يعني في المتناول، فما اقدرش برضه احكم على لعيب ان هو كويس او مش كويس، لان انت وارد ان انت تشوط الكوره وانت متسرع، او انت عايز تجيب اجوان بسرعه، عايز تجيب لمجرد انت شايف الفرقه اللي قدامك ما انتش غصب عنك عامل لها حساب، فبرضه عشان كده مش هقدر احكم عليه. في بقى كذا حاجه ما عجبتنيش. محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم في فاول كان تقريبا من بعد نص الملعب بشويه، ملوش اي تلاتة لازمه. انت حجزت على الكوره والكوره خلاص راحه رامي ربيعه، فانت ليه بتضرب المهاجم بايديك؟ يعني بتضربه في وشه. انا لو في ماتش مهم، انا ليه اعرض نفسي ان انا بعصبيتي ممكن اخد كارت اصفر، كارت احمر، ادخل فار؟ ليه احط نفسي في موقف زي ده؟ ومش بس كده، انا فرقه زي دي كسبها 1-0، انا ليه بديها فرصه انها تاخد كره ثابته عليا؟ كانت نتيجه الكره الثابته دي ان انا فضلت دقيقتين ورا بدافع وبنظم في لعيبتي، وارجع يا هاني وارجع يا فلان، وبديهم الامل ويعني ممكن يجي فيها جون كره ثابته. الفرقه اللي جايه بتدافع قدامك دي هي اصلا حرفيا مستغليه كره ثابته، مستنيه كره ثابته عشان تستغلها. الكره الثابته الفاول اتلعب طلع منه ركنيه برضه، قعدنا في نفس الحوار ده شويه. فالعصبيه ده يا عم محمد خف منها شويه، ملهاش لازمه، وهتضيعك وهتضيعنا والله. فانت لعيب كبير، انت مش محتاج الكلام الفاضي ده، انت محتاج تنضج شويه وتاخد شويه الخبره كده ايه بدري بدري يابا. الحاجة التانية وهي محمد الشناوي انت عملت النهارده غلطة ما يوقعش فيها عيل صغير. احنا بنقعد نقول اللعيب الكبير ولاعيب الخبرة وخبرة الملاعب وخبرة السنين. الخبرة دي يا عم محمد بيعلموكوا في الناشئين، انت بتبقى واخد القرار قبل ما الكرة تجيلك، يا اما هتشيل على طول، يا اما هتباصي، يا اما هتسند على شمالك او على يمينك عكس ما المهاجم جايلك عشان خاطر تشيل او تباصي. انما اللي انت عملته ده خلاك خدت قرارين ولا ثلاثة، فتوترت. ليه؟ يعني انت جايلك الكرة من محمد هنا، رجعها له تاني، رجعها له من فوق المهاجم عادي، رجعها وديها لعلي معلول تشيل. انما اللي انت عملته، انت خدت قرار انا عايز اهوش عشان ارقص، فلما هوشت هو المهاجم ما تهوش، فانت قمت سايبها له وجاري كده بغرابة. انت حتى في كرة زي دي انت المفروض تدخل عليهم ما تسيبوش. يعني من ضمن الحاجات كده يقول لك لو حارس المرمى انت لو طلعت وغلط، خدت قرار ان انت طلعت ما ترجعش، كمل بقى في الطلوع.
فدي برضو حاجة ما عجبتنيش. ولكن في المجمل هي مباراة زي ما قلنا في المتناول، مباراة سهلة في بداية موسم. بداية الأداءات اللعيبة ما أقدرش برضه ألوم على اللعيبة أوي، سواء أدوا كويس أو أدوا وحش، دي حاجات برضه مش مقياس دلوقتي. ولكن زي ما قلنا في البداية، هي مباراة إن شاء الله في افتتاحية البطولة رقم 12 اللي بإذن الله هتكون من نصيب النادي الأهلي إن شاء الله.